متجوزة وجوزي سواق تاكسي، والحال مش أحسن حاجة. عندي ولد عنده 8 سنين، وفي يوم لقيت جوزي جاي ومعاه مبلغ كبير شوية، ولما سألته منين الفلوس دي لقيته بيقولي أصل أنا راكب معايا النهاردة شوية شباب جايين سياحة ووصلتهم فندق، واخدوا رقم تليفوني وهوصلهم أي مكان يطلبوه. وفضل يحكي عنهم معايا كتير قوي، واليوم التاني اتصلوا عليه ورجع لقيته محتار وقاعد يفكر ومش عارف يركز. ولما سألته مالك انت مش مركز معايا ليه لقيته بيقولي جاتني فكرة مش عايز اضيعها من ايدي وعايز افكر كويس. قلتله ايه؟ طيب خليني اشترك معاك يمكن الاقي الحل. قال لي فاكرة الشباب اللي قلتلك عليهم؟ قلتله ايوه. قال لي يا ستي طالبين مني مكان واجيب لهم بنت يقضوا معاها وقت، وعايزين مكان يكون مضمون وهيدوني مبلغ كويس. عايز افكر كويس عشان الاقي مكان مناسب وكمان اجيب لهم بنت يقضوا معاها الوقت بتاعهم. ولقيتني بقوله يعني هم مريشين؟ قال لي فوق ما تتخيلي. قلت له خلاص المكان يكون شقتنا احسن ما تجيب لهم مكان تاني واحنا الاولى بالفلوس دي. لقيته بيقول لي انت عايزه تجيبيهم هنا شقتنا؟ قلت له ايوه، وايه المشكله يعني يقضوا الوقت اللي هم عايزينه، ووقتها انا هخرج انا وابني في اي مكان لحد ما هم يخلصوا وبعد كده ارجع. اتفقنا على كده، لكن كان فاضل حاجه واحده بس، ان احنا عايزين نجيب ست، لكن هنجيبها منين وتكون واحده ثقه وما تفضحناش. وفضلنا نفكر وجوزي كان محتار جدا. ولقيتني بقوله ايه رأيك اكون انا وناخد مبلغ كبير محدش يقسمنا فيه وهتبقى مرة وخلاص وتعدي. ولأن جوزي كان طماع وافق بسهولة واتصل عليهم واتفق معاهم على الوقت والمكان. وانا زبطت نفسي للسهرة وبقيت مستعدة جدا، ووديت ولادي عند امي. زبطنا الشقة وزبطنا قعدة. هما جم وكانوا جايبين معاهم اكل وشرب، وكانوا شكلهم شباب متريشين قوي، لكن شفتهم اول ما شافوني حسيتهم اتصدموا شوية. يمكن كانوا فاكريني اني ممكن اكون اجرأ من كده او اجمل من كده، لكن الموضوع برضو كان جديد عليا، واكيد طبعا هكون محرجة، خاصة ان جوزي كان قاعد وموجود معانا، فما كانش طبعا واخدة حريتي. غير كده الموضوع كان جديد عليا وما كنتش عارفة اتعامل معاهم كويس، لكن في النهاية هو ده اللي كان موجود وهم وافقوا على كده. وبعد كده دخلت الأوضة ودخل أول واحد معايا، وهم طبعا كانوا 3، لكن كنا متفقين كل واحد يدخل لوحده. ودخل أول واحد ولقيته بياخد حباية وتعامل معايا بطريقة وحشة جدا، خلاني كرهت نفسي، وكان قوي جدا. وبعدها اللي دخل بعديه وكان نفس الحكاية، خد برضو برشامة وكان عنيف جدا، وانا طبعا ما كنتش متعودة على كده. والتالت بقى كان حكاية تانية خالص. دخل بقى وانا كنت خلاص مخلصة، ما فياش نفس اصلا، ولا قادرة حتى ارفع ايدي ولا رجلي من التعب، ولا حتى عايزة يعمل حاجة، ولا قادرة يلمسني. ولقيته اتعصب جدا، لقيته بيطلب مني بيقولي انا مش هعمل زي صحابي، انا عايز حاجة مختلفة. وطبعا كان عاوز يعمل خلفي، وانا رفضت وقلت له انا مش هعمل كده وعمري ما عملتها قبل كده. لكن هو اتعصب جدا واتخانق معايا وكان هيمد ايده عليا. لقيت جوزي داخل عليا وبيقول لي عدي الليلة وخليه يعمل اللي هو عايزه. ولقيتني مش قادرة اقاوم، وعمل اللي هو عايزه، خلاني كرهت نفسي وكرهت الفكرة. حسيت بحجم المصيبة اللي انا عملتها ووقعت نفسي فيها. وجوزي اللي المفروض يدافع عني لقيته بيقولي خليه يعمل اللي هو عايزه، فدي طبعا كانت صدمة ليا. وطبعا